بسم الله الرحمن الرحيم. وأما علة المتن الجارحة القادحة التي متن إكو متن جرحتك يعني خراتك قدحتك قدحية متن داشتك يعني متن استحطوي تخينة. فكحديث مسلمين من جهة الأوزاعي وكحديث إمام مسلم شي طريقة أوزاعي رواية كرية أن قتادة أوجش قتادة رواية كرية أنه كتب إليه تبي قتادة شمر ياسكر أخبروا عن أنس رضي الله عنه بغير قتادة جواش أنس روايتكم أنه حدثني أنس يرى قوتيا أوري أنه قال رسول قوتيا شيء أنس قوتيا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم من دون رسول ميش كذبي وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم توفانت هذ فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. تقول الحمد لله رب العالمين وتضمون الفاتحة يعني لا يذكرون بسم الله في أول قراءة ولا في آخرها. سري قراءة ضوي قراءة بسم الله سكن نذكر. تمام. وغير هذه زيادة ما شافي بسم الله شرطه فاتحة. إذا لا تقصديه شافي وخير شافي في زيادة معلول ديتيه. تمام. التي فيها نفي البسملة قوتيا يعني ولا لا يذكرن بسم الله أفيا قوتيا أفيا صاص أو يعني أفيا ظهري معلولة. فهمت كي؟ شو ألا تخصيكي يعني معلول ديتيه بأن 7 أو 8 خالفوا في ذلك وتيا حفت يا حشت حب صحابي نقوتنا لا يذكرون بسم الله واتفقوا على الاستفتاح بالحمد لله رب توا قوتيه يعني دست الحمد لله ذكرن ولم يذكروا البسملة بعصا بسملة نكرنه جميع الشافعي شو قوتيه والمعنى معناه كون أنهم يبدأون بأم القرآن يعني فاتحة تخندن إلى يعني لما يجي يخطئ إلى فاتحة تخندن قبل ما يقرأوا بعدها ما يقرأوا بعدها تشي بشتي بيخندن بليوي إلى فاتحة تخندن نكو خرج فاتحة كري دست بيت كي يعني الحمد لله تخندن يعني في سوري تخندن. تمام. كما في رواية دارقطني مثلا فكانوا يستفتحون بأم القرآن مثلا الدولة يعني فاتحة دست بيت أم القرآن فاتحة لا أنهم يتركون البسملة نكو بسملة ترك تكرين نوري إيجاد به فكأن بعض رواتي شافعي بيجن لبي سانك هنك راوية ذي حدث فهم من الاستفتاح بالحمد نفي البسملة فهم كنا قواتي قوتي كانوا وانا يستفتحون وتنقي بسملة ندخل فصار عبيان فهم رابية يورما اختر ذكريه تصريف كسي فهم بكو مختلف حيضاف بسملة بس ومشكلة شو سنة مشتري فهم بو ويؤيد هذا تقوية فياتك أن أنس رضي الله عنه مثل إمام أنس زتي أنس لم ير نفي البسملة وبخط روايتنا بل إنه لما سئل وقتها سؤال كرنجي أكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين جل قلنا رسول الله الحمد لله دس بيتكر أو بسم الله دس بيتكر فقال لسان إنك لتسير عن شيء ما أحفظه ما سيدنا عن واحد وتسيج مراد بيجي نتي برامين ناس أزبر من كسيج مفرسيه معنی demek ki gaya وی کمات خود به فاتحه خواند نابجه یعنی کا بسمله و بس الجوارا فيرواتش خود به تبي ناي بيرام او مثلا بسمله مثلا demek ki او ينقط يا واتي روايات او اوي بنا بوتنا بسمله نتخواندن نوري نتكون ناي بيرام demek ki او yorma evet ya yorma ravik. وقد يعلون الحديث بأنواع الجهل من الكذب والغفلة وفسق الرأي وسوء حفظه. جانا محدث حديث تعليل كانت التي تخنيكي بتششيت الجرحية شو مثلا بده يمود مثلا درو يجبو غفلات يعني غفلات تدوكا حفظي وانا ضعيف به وفوق فسق راوي شي فسقي شي تكمبكي وسوء حفظي في حفظي نباش به لو غفلت يعني الشعر يعني وروا هاي جي او نبقى وجاسات كفاء قوي كمان كحفظي اما اذا سوء الحفظ وحفظي خوب خدا باش به غفلت دلك جبوك مثلا نم ندای که yanlış او كريه فهم كريه. حكم المعال حتى معال شيء المعال بعلة قادحة مردود
التي قادحة مرتين كالتي مجوز الناظر التي قادحة مردودة، لأنه تقدم أن من شروط القبول بريد الباصو ما تقول شرط قبول الشيء عدم وجود العلة القادحة وشاذ نوبه. ما تقول شاذ ما تقول معاد سخت ما تقول ما تقول اكو شغل مش قوي مش التي قادحة دوري يمكن شاذ به ولا التي به ما تقول التي يعني كنا أو نبه يعني إيه كل حادثة فهمتكن يعني يعني ما تقول لا حادثات نبه لا ما تقول شيء أمر قادح في صحة الحديث لا يطلع عليه إلا الجوابس ما تقول أمريكية دون ما يكيس حتى حادثة خيرات كان جاء يجيه بس فهمتكن مهرن المصحف والمحرف تقول مهرنا مصحف ومحرف كاشنة ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير نقط مصحف أبي يا حرفك يا شاد حرف أما بالأخطاء نقطة مكشوفة مع بقاء سورة الخطأ وسورة الختي هبل كالتصحيف العوام بني مراجم إلى مزاحم مثلا عوام بنو مراجم يك بيجا مزاحم فتشن داك شكلية نقطة داك شكل نورين نقطة خراكي اللفظ يك يعني خط يك خط جيم وحي وكذا قصد المحرف يجي وما كان فيه التغيير في شكل حركات جاية نقطة داك الحركات كتحريف يومي كلاب بضم الكافي إلى كلاب كسيها إذا كوكي في حديث عرفة جوريهاتي وأكثر المتقدمين يجعلون المصحف والمحرف مترادفين قال لك متقدمين شخو فرق ناكن دبين بنقطة بيجي وبشكلها بيجي خرابون هردو شيء هم جوات يقول مصحف هم جوات يقول محرف وبعض من فرق على الوجه صاب كيش بك مقول تبيش وكل من التصحيف والتحريف يقع في سنة من طبع التصحيف والتحريف خد شو شخو مترادف مش خو عيني وكشاف ايدي بيش خو تصحيف مقول نقطة ده تحريف شكل هذا ايه حركة هذا هردو جيت سنة ده تيج متى مثال تصحيف المتن مثل حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يشكي الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر اي خطبة وقع شعر أطخين يعني يعني بريايها يعني وبنكو مثلا جبوكو تحسيب جبو خرجي استفادة جبو بدافع عمي خش بخوينة أو نقول أما يجبوكو مثلا خلبي تشق خش بخوينة ويا أوي ويا نطلع وان حالتك بذا الصحافة وبعض بذا تشقيق الحطب هنجا بس خطاب يقول يا حطب في ما حركتك شكتي نوري وسبب التصحيف والتحريف الاشتباه في السماع أو الخط أو في المعنى طبي سبب التصحيف والتحريف يا التباسات سماعي ضاي مثلا خطاب تحتب ساكريه يا خطي ضاي خطي ونسكي هذن يا خطاب حتى مختم مثلا أو في الماء يجمع واندا نسكي هذن وسبب ومعرفتهما معرفة مصحف محرفين من مهمات علوم الحديث نملي علوم الحديث حتى لا يقع فيها الخطأ مختشنا ولذلك اعتنى كبار المحدثين مثل كيف قاسي محدثين مازن أنامي دانيريا اهتمام بتانيك فصنفوا كتبا تبين المصحف والمحرف مثلا قال كتاب شيكنا بين المصحف ومحرفيتك مفهوم؟ تمام واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وانتهى